السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة في كرة مع المصري. عنوان حلقتنا النهاردة: أسوان حجزت تذكرتين للزمالك، والأهلي كسب بالسولية أو بالحظ. شفنا النهاردة مباراة نادي الزمالك أمام أسوان والعك اللي فيريرا عمله، وقلت لحضراتكم الحلقة اللي فاتت لجمهور الزمالك اللي كان عمال يحتفل ويقول احنا هناخد الدوري المرة الثالثة، قلت لكم يا جماعة مباراة أسوان مباراة مش سهلة والحال هيتغير يوم الاثنين، وده فعلا حصل. أسوان كسب الزمالك والأهلي كسب بيراميدز، إذا النادي الأهلي اتصدر جدول الترتيب. النهارده أسوان بصراحة الشوط الأولاني أقل نتيجة تطلع 4-0 أو 5-0 لأسوان. نادي الزمالك ما جاش، نادي الزمالك ما كانش موجود في الملعب، وكور في العارضة وعرضيات، كل حاجة أسوان عملتها في الكورة. الشوط التاني نادي الزمالك بدأ يفوق، بس ما لحقش. نادي الزمالك ما لحقش يرجع في المباراة. لحد امتى هنفضل نقول الاهلي والزمالك وحشين؟ انا عارف طبعا ان الاعلام هيطبل، ودلوقتي يقعدوا يقولوا ده النادي الاهلي والنادي الاهلي يقترب من الدوري ونادي الزمالك مش عارف ايه يا جماعه، يا جماعه، والله احنا بنفهم كوره. لا الاهلي كويس ولا الزمالك كويس. بقالي شهر بقول لحضراتكم الاهلي والزمالك وحشين، الاهلي والزمالك هيقعوا كتير، وده فعلا بيحصل. يعني احنا شفنا نادي الزمالك وقع النهارده، مش بعيد نلاقي النادي الاهلي وقع الماتش الجاي او اللي بعده، عادي جدا. هم هيقعوا كتير السنه دي. اللي هياخد الدوري السنه دي هو الفريق اللي مش هيقع، يعني ايه كتير قوي زي التاني. يعني مثلا ايه، ممكن كل فرقه فيهم تقع مثلا 5 6 مباريات. يعني ممكن الزمالك يقع له مثلا 5 مباريات فالاهلي يقع 6 فالزمالك ياخد الدوري، او العكس. غير كده، غير كده هنفضل نشوف العك ده في الدوري، لان للاسف مفيش كوره، مفيش كوره في مصر. اللعيبه دي لعيبه دوليه، لعيبه الاهلي والزمالك لعيبه دوليين. مباراه الزمالك اثبتت ان مفيش كوره، ومباراه النادي الاهلي من شويه امام بيراميدز، يعني انا اهلاوي والله ومبسوط ان النادي الاهلي كسب، الحمد لله، يعني بفضل ربنا ما اتحرقش دمنا النهارده. لكن انا بكلم الناس اللي بتفهم والناس المحترمه والاهلاويه المحترمين. هل حضراتكم شايفين ان الاداء ده مطمئن للاهلي؟ لا طبعا. بيراميدز مسك الاهلي النهارده كرويا، كرويا روق الاهلي. يعني طول المباراه بيراميدز اللي ماسك الملعب وفرص، ولاعيبه الاهلي مش عارف مالها. لولا عمرو السوليه ربنا يبارك له احنا كنا ممكن النهارده نشيل. حتى الجول الثالث اللي جه بتاع حسين الشحات بالصدفه. عمرو السوليه الشوط الاولانيه احمد الشناوي مش عارف كان بيمسك ايه، والجون الثالث بتاع عمرو السوليه ضربه ركنيه برضه حطها بدماغه بصراحه ولا اروع، جت جون. غير كده النادي الاهلي مفيش. النادي الاهلي يعني مفيش. مش عاجبني الاداء يا جماعه. انا اهلاوي مش عاجبني الاداء. مش هقعد اطبل بقى اقول الاهلي كسب بيراميدز 3-0 والاهلي مش عارف ايه والاهلي هياخد الدوري لا. واللي هيقعد يطبل والله حرام عليه، حرام. وبقى لهم 3 4 ايام عمالين يتكلموا عن الصفقات والاهلي هيخلص مش عارف مين وهيجيب ايه وبتاع، ولغايه دلوقتي مفيش حاجه رسميه. وبكررها تاني، مفيش حاجه رسميه لحد دلوقتي تثبت ان النادي الاهلي ابرم اي صفقه. حتى خالد عبد الفتاح بتاع سموحه بنسبه 80%. افري اللي بيقولوا عليه ده لسه ما خلصش رسمي. لحد اللحظه دي مفيش صفقه رسميه للنادي الاهلي. النادي الاهلي وحش، ونادي الزمالك وحش، وجوزوالدو فيريرا ومارسيل كولر بيألفوا، ولا يزالوا اللي هم لغايه دلوقتي بيألفوا في الكوره. والله العظيم يا جماعه بيألفوا في الكوره بجد. دي مش كوره اللي هم بيعملوها دي، يعني بجد دي مش كوره. طب اقول لحضراتكم على حاجه: لما نادي بيراميدز يعمل كده في النادي الاهلي ويمسك زمام المباراه ويعمل كل اللي احنا شفناه في المباراه، امال قدام سان داونز احنا هنعمل ايه؟ يعني سان داونز ده قوه نادي سان داونز قد بيراميدز حوالي 4 أو 5 مرات. يعني سان داونز لو قابل بيراميدز ممكن يشيلوا 3 4 مستريح، وكلنا عارفين كده. كاس العالم للانديه، الوداد، هنعمل معاه ايه؟
هما بيقولوا ان اوكلاند سيتي اعتذرت، فالنادي الاهلي هيقابل الوداد خلاص في دور الثمانيه على طول. بجد هنعمل ايه قدام الوداد بالمستوى ده؟ هنعمل ايه قدام الفرق التقيله؟ حد يرد عليا. نفسي الناس تكون فاهمه كوره. للاسف عندنا الاعلام، وحتى مع احترامي لزمايلي على اليوتيوب، بيطبلوا. يعني بعد الماتش اللي فات بتاع الزمالك والاسماعيلي، واحد طلع قال الدوري يطبخ على نار هادئه للزمالك، والزمالك مش عارف ايه، والناس كلها طلعت قالت الزمالك هياخد الدوري، والزمالك هيكسر الدنيا، والزمالك لما بيركب انا قلت لحضراتكم الحلقه اللي فاتت هيقع، وماتش اسوان مش سهل، وفي ناس كانت مستسهله ماتش اسوان، وقعدوا يقولوا ده احنا هنركب القطر وهنروح مش عارف ندي الاسوان 3 و4 والكلام اللي بيقولوه. انا قلت لكم يا جماعه مباراه اسوان صعبه، والحال هيتغير يوم الاثنين، وفعلا النهارده الحال اتغير. يعني الحمد لله بفضل ربنا، الواحد كلامه صح. بقالي شهر ونص بقول لحضراتكم الاهلي والزمالك وحشين وهيقعوا كتير، وبكرر وبعيدها للمره المليون، وهفضل اكررها طول السنه، وهقعد افكر حضراتكم كل مره اقول لكم مش انا قلت لكم الاهلي والزمالك وحشين وهيقعوا كتير؟ وبكررها. مش الاهلي كسب بيراميدز 3-0 وانا اهلاوي وفرحان ان الاهلي كسب؟ الاهلي هيقع والزمالك هيقع. انا بقول لكم من دلوقتي الاهلي والزمالك لو اللعيبه دي ما فاقتش يا جماعه، هنفضل في اللي احنا شايفينه ده، هنفضل في العك الكروي اللي احنا شايفينه ده، وربنا يستر. ربنا يستر. ربنا يستر في افريقيا للفرقتين، وربنا يستر على النادي الاهلي في كاس العالم. نسيبنا بقى يعني كده كده في الدوري اصلا، يعني ايه، هي معروفه الاهلي والزمالك هيفضلوا بقى كده، وحتى يعكوا شويه مش عارف ايه، وفرقه تكسب والتانيه تتعادل، لا التاني هيخسر لا التاني هيكسب، ماشي. احنا في الدوري كده مننا فينا كده بنعكوا مع بعضينا، فمش هتفرق. المشكله بقى كلها في افريقيا. المشكله بقى في افريقيا في الناديين المفروض اللي هم بيمثلوا مصر. يعني المفروض الاهلي والزمالك بيمثلوا مصر، احنا عايزين نشوف بقى اللي بيمثلوا مصر هيعملوا ايه، وعايزين نشوف منتخب مصر مع شويه اللعيبه اللي مش عارفين يباصوا الكوره دول هيعملوا ايه. في لعيبه لغايه دلوقتي يا جماعه مش عارفين يستلموا الكوره. يعني في لعيبه مش عارفين يستلموا الكوره. اللعيبه دي بتاخد ملايين على ايه؟ انا عايز اعرف. يعني اللعيب اللي بياخد 30 و40 و50 مليون ده بياخده ليه؟ ليه؟ بناء على ايه؟ لا والناس طالعه تقول اصل النصر السعودي خد كريستيانو رونالدو ب 250 مليون دولار. ما هو معلش مع احترامي لحضراتكم، يعني لما اللعيب عندنا بياخد 40 و50 مليون، واحد زي كريستيانو رونالدو ياخد كام؟ يعني الناس اللي عماله تقول حسبي الله ونعم الوكيل في نادي النصر السعودي، وحسبي الله ونعم الوكيل في السعوديه، والكلام اللي بيتقال ده، لا بامانه والله، بامانه، انتوا مستكترين على كريستيانو رونالدو 250 مليون دولار، ومش مستكترين على شويه اللعيبه اللي بياخدوا 30 و40 و50 مليون جنيه دول. يعني لما اللعيب عندنا اللي هو ما بيعرفش يثبت الكوره اصلا، ما بيعرفش يعني ايه اساسيات كره القدم، بياخد 30 و40 و50 مليون، يبقى انتوا مستكترين على الراجل الغلبان ليه؟ يعني كريستيانو رونالدو خلاص يعني اخر سنتين له، حقه يلموا له قرشين يا جماعه بتاريخه بصراحه. بصراحه يعني واحد من احسن من انجبت كره القدم هو وميسي وفي الاخر زعلانين. ده النصر السعودي اهدار مال عام، امال احنا عندنا اهدار مال ايه؟ احنا عندنا بالوضع بتاع اللعيبه ده احنا عندنا اهدار مال ايه؟ ده احنا ما عندناش دم، اقسم بالله ما عندنا دم في الفلوس اللي بتدفع دي وفي اللعيبه دي. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. ارجو ان تكون الحلقه عجبت حضراتكم يا جماعه، متنسوش الدعم والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.